في هذه النشرة. في الحقيقة العديد من التفاصيل نريد أن نعرفها منك، بداية مع هذا التفجير في كناكر، تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. سيارة مفخخة بالإضافة لعبوة ناسفة قرب أحد المنازل في بلدة كناكر، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، والحصيلة الأولية حتى هذه اللحظة تفيد بسقوط 9 شهداء بينهم طفلة وامرأتين، ومن بين الشهداء ماهر حجازي وقاسم المصري، وطفلة إلى الآن لم تصل اسمها وهي ابنة الشهيد ماهر حجازي. فهي تم وضع كيس متفجرات أسود في مدخل بيت ماهر حجازي أدى إلى مقتل ابنته الطفلة، وفي نفس الوقت تم تفخيخ سيارة أمام بيته وتفجيرهما في نفس اللحظة عند وصول صاحب البيت ماهر الحجازي برفقة قاسم المصري ليستشهدا على الفور مع بعض المرة في الطريق، وأدى هذا التفجير أيضا إلى سقوط عدد من الجرحى. كما أيضا تواصل قوات النظام لاقتحام حي القابون، بالإضافة إلى القصف العنيف من الدبابات المتواجدة على اطراف دمشق حمص، ويقوم الجيش الحر بالتصدي لكافة هذه المحاولات. ولم يتوقف القصف أيضا على حي بارزة بقذائف الهون والمدفعية الثقيلة من مبنى البحوث العلمية ومشفى تشرين العسكري، وتحاول قوات النظام التسلل من جهة بساتين بارزة، ويقوم الجيش الحر بالتصدي لهذه المحاولات. طيب، يعني أسامة، أحياء متعددة تتعرض لحملة عسكرية عنيفة كما تقول من جانب قوات النظام. بالنسبة لمحاولات اقتحام مخيم اليرموك، هل بأت في الفشل أم ماذا؟ نعم، قوات النظام لم تتوقف عن محاولاتها اقتحام مخيم اليرموك لأكثر من 4 أشهر، ويقوم الجيش الحر بالتصدي لهذه المحاولات، وذلك بالتزامن مع سفيان الثوري وأيضا من جبل قاسيوم بالمدفعية الثقيلة ومطار المنزل العسكري براجمات صواريخ على الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق، وأيضا على حي العسالي وعلى حي القدم، وأيضا القصف من جبل صايا من اللواء 58 باتجاه الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، بالتزامن مع محاولات الاقتحام من مدخل بيت سحم على طريق مطار دمشق الدولي. ويقوم الجيش الحر بالتصدي لهذه المحاولات على الرغم من القصف بصواريخ فراغية على بلدة بيت سحم، ولم يتوقف القصف ايضا بقذائف الهاون على بلده يلدا، وايضا تجري معارك على حاجز مقداد وخط على حاجز الصالح وحاجز المصطفى، حيث يقوم الجيش الحر بمنع ارسال الارتال العسكريه من حاجز المصطفى باتجاه حاجز الصالح في حي سيدي مقداد. يعني أسامة، نستشف من كلامك بأن القصف لا يهدأ يعني منذ ساعات الصباح حتى المساء. يعني هذا يقودنا إلى السؤال التالي حول الوضع الإنساني ربما لهؤلاء المدنيين الذين يعيشون تحت القصف وتحت هذا الحصار المفروض عليهم. نعم، ونحن داخل شهر رمضان، فالوضع الإنساني كارثي وكارثي جدا بسبب أن قوات النظام تمنع دخول وخروج المدنيين إلى مناطق الريف الدمشقي المحرر، وخاصة إلى المناطق الجنوبية والريف الجنوبي، وأيضا إلى مدينتي دارية والمعظمية والغوطة الشرقية. أيضا الآن لا يتواجد أي نوع من أنواع الطحين داخل المناطق المحررة، يمنع الخبز عن جميع المدنيين، وخاصة أن الغوطة الشرقية الآن تحوي ما يقارب 1.5 مليون نسمة، وأيضا لا تتواجد المواد الغذائية، وهناك ندرة جدا في المواد الغذائية كبير والباهظ جدا داخل العاصمة دمشق بسبب انخفاض سعر قيمة الليرة وارتفاع سعر الدولار ويعاني المواطنين الآن من ارتفاع هذا الباهظ جدا في الأسعار، حيث انه صعب على المواطنين الحياد على هذه الانواع. نعم، يعني أسامة، عدا عن الوضع السياسي والأمني الهش، أيضا يعني تتحدثون عن وضع اقتصادي وإنساني أيضا صعب. هل يتم توفير ربما أي لنقل أي إمدادات غذائية وطبية من المناطق المجاورة لدمشق وعبر تنسيقيات الثورة السورية تحديدا؟ نعم، قوات النظام تقوم بمنع دخول وخروج المدنيين نهائيا، وتقوم بحصار خانق على جميع المناطق الريف الدمشقي المحرر، تمنع وصول الأدوية، تمنع وصول الأغذية، تمنع وصول الطحين، تمنع وصول المحروقات، تمنع وصول أي شيء يمت للحياة في سلاح، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات وانقطاع الانترنت جميع الريف الدمشقي المحرر. وايضا قوات النظام تقوم بمنع دخول خروج المدنيين من المنطقه الجنوبيه، حيث اليوم الثاني على التوالي تقوم باغلاق حاجز مخيم اليرموك وهو المعبر الوحيد باتجاه المنطقه الجنوبيه. طيب، من دمشق أسامة الشامي، ناطق باسم اتحاد تنسيقية الثورة السورية، شكرا لك.